هسألكم كل واحد فيكم سؤال، موضوع بسيط. انتوا شايفين دلوقتي احسن فرقتين وجهة نظري في انت ايطاليا؟ احسن فرقتين فين؟ في ايطاليا السنه السيزون ده اه. يوفي وانتر. انا عن نفسي شايف يوفنتوس ياخد الدوري. يوفي يا اسطى مش هتاخد الدوري. يوفي فرقتها حلوه وجايبين تياجو موتا عامل شغل جامد فشخ مع بولونيا السنه اللي فاتت، بس برضه لسه في حاجات ناقصه. اي نعم هم زودوا بصفقات ثانيه، كوبي ماينرز خلص وفي سانشو خلاص بيخلص برضه. سانشو بيخلص في اليوفي بجد والله. فالصفقات كلها جامده وحلوه، غير اللي خلصوا فيهم عندك جونزاليز من فلورنتينا. بس عموما كده انا شايف انهم نص ملعب احسن منكم وخدوا الموسم ده ما تحكمش الماتشين. مش جاب ماتشين، نتكلم كاسامي. كاسامي ايه احسن مننا؟ لا طبعا. لا والله انت شايف ايه؟ زي سوق بالظبط. هم احسن مننا حاليا ممكن طب قول لي معلش مين الجون بتاع يوفي؟ مين ايه؟ مين الجون بتاع يوفي؟ تشيزني اعتزل امبارح صح؟ اعتزل النهارده. معلش مين جه مكانه؟ قول لي انت الجون بتاع اليوفي. ماشي. عموما انا خدت ايه؟ ما تدخلناش في ايطاليا معاه عشان هيدوس علينا. انا عارف ممكن طب مين؟ نخش بقى ايه في الحلقه، احنا جايين نتكلم. دول ثلاثة أصحاب بيحبوا الكورة بس ما بيحبوش الكلام الكبير. فاحسن جيل في تاريخ ايطاليا فيه اجيال كتير مختلفه كتير، بس يعني عموما مرورا من زمان مش هنتكلم من الستينات، هنتكلم من اول التسعينات. حلو. اغلبيه الفرق فيها جيلين. الفرق الكبيره في ايطاليا فيها ليها جيلين، معاها فرقه واحده. عارفين يا يمين. ماشي. مين ايه؟ انت اللي هي جيل واحد. انت جيل واحد. طب ميلان. ده اللي انا شايفه عن نفسي يعني، ده رايي. ميلان الجيل بتاع اللي هو من بدايه 2000، ايه الجيل الثاني بتاعه؟ ميلان جيل ادخل اللي هو الثلاثي الهولندي. بس جيل ما ده قبل التسعينات. ايه؟ ده قبل التسعينات. يعني هو جيل حقبته بدات في 85 خلصت في 95. هو من باستن قصدي ان هم واخدين الثاني ابطال في التسعينات يا ابني. الثاني ابطال ايه؟ الثاني يا ابني مين اللي واخد اثنين ابطال في الجيل؟ واخدين اثنين في الالفينات. يا حبيبي مين اللي واخده مع رود خالد واخد اثنين ابطال مع مين؟ طب ما خد في الثمانينات. واحد في التسعينات. طيب ماشي، يبقى فين الجيل بقى اللي هو اللي في يا ابني حبيبي الجيل ده بدا 85. ما ولا 85 ل 95. طيب ماشي يا عم، من 85 ل 95. فين الجيل من 95؟ انت بتتكلم الجيل الثاني من 95. لا الجيل الثاني لا الجيل الثاني بقى اللي هو رونالدو والناس دي وسيدورف. الجيل الثاني بتاع انشيلوتي لما جه يا اسطى في بدايه 2000. ده الجيل الثاني. ماشي. طب ما انت لو هتحسبها كده، طب ما انت عندك انتر فيها جيل ايه غير جيل 2010؟ الجيل الثاني اللي هو ايه؟ الجيل دلوقتي ايه؟ لا هو على فكره ده هو كده جيل مش وحش، بس ايه الجيل التاريخي؟ دلوقتي لسه ما خلصش، بس هو في جيل دلوقتي. ايوه بس مش هنحسبه عشان ملوش علاقه. ده ما تحكمش عليه، ده لسه يعني المشروع لسه مكمل وبتاع، فما تحكمش على الجيل ده دلوقتي، لسه في قدام. ماشي. انت قول لي ايه الجيل الثاني الانتر؟ هنيجي لحته جيل التسعينات. ما رونالدو كان فين؟ صح بس استنى بس احنا خدنا الدوري الاوروبي وخدنا الدوري. ده مش جيل دوري اوروبي. ده مش جيل برضه. ما ده مش جيل يا عزام. ده مش جيل. والله ما خدت دوري. اقول لك حاجه بس بسيطه، انت جيل 2005 بدا، ده اللي خدته فيه الثلاثيه. انت عارف اخر دوري خدته قبل 2005 كام؟ 89. قبلها 80، قبلها 63. والله قبلها 80، قبلها 63. والله. ولا زيك على فكره هو الكلام ده صح. يا عم استنى بس هو ده عموما حصل يعني، بس ده انجيل عموما 5 او 6 اجيال. هو اول جيل هنتكلم عليه هو ولا يوفي ولا ميلان ولا انتر. هنتكلم عن مارادونا. مارادونا 86. انا بالنسبه لي ده مش جيل. ليه مش جيل؟ طفره موسمين مارادونا وخلاص. ماشي. هو يا اسطى انت عندك حق في حاجه ماشي، بس لازم نتكلم عليها لان هو اللي حصل في السنتين دول كان اعجاز. يبقى ما تسموش جيل. مش جيل، بس هم ايه طفره. حب يعني مش سنتين. قعد حبه. لا ما خدوش حاجه غير هم السنتين. خدوا ايه في السنتين؟ ما خدوا يا اسطى، خدوا يوروبا ليج، خدوا كاس ايطاليا، خدوا دوري، خدوا سوبر اوروبي، خدوا كاس سوبر. يا ابني ما برزعش يا ابني مارادونا خد كل البطولات في سنتين. خد كل البطولات في يعني سنتين. ممكن ياخدها مع نابولي ما عدا يتهيألي سوبر او كاس. طيب ما خدش تشامبيونز ليج. اديك قلتها. ما خدش كده تشامبيونز ليج. ماشي اديك قلتها في سنتين. ما هو يا ابني ماشي. مارادونا مش مع حد، ما كانش في غير واحد بس. هي الفكره مش في الجيل، هي الفكره ان لازم نتكلم عن السنتين دول ان هم كانوا طفره في الدوري الايطالي اللي هو بتتكلم عليه. مارادونا قعد كام سنه خد؟ 5 سنين او 4 سنين. طيب خد منهم سنتين بس بطولات، والباقي هو مش جيل. ماشي يا اسطى يا حبيبي، انتوا ما فيش اشكال. ما انت عارف فلومنا قاعد عندكم يا اسطى كام سنه وخد يوروبا ليج. طيب ماشي. انت بتقول لي عليها ان هي جديد. ماشي ده مارادونا وده رونالدو. ماشي لما ده مارادونا خلص امتى؟ الموضوع خلص في 87 هو الجيل ده المفروض ياخد دوريين. دوري 88 المفروض ياخد. ما خدوش ليه بقى؟ ليه؟ عشان ده كان بدايه جيل فابيو كابيلو عموما مع مين؟ الجيل اللي هو بتاع دخولت وفان باستن وريكاردو كده بتوع هولندا يعني. الجيل ده خد اكتر من واحد ابطال، كان فيه بالون دورز. كان هو الجيل الوحيد كان فيه بتاع 4 بالون دور.
شايفين جيل ميلان ده ازاي عموما؟ فكك بقى من وجهه نظري أنا. نبدا بعد زمن. جيل ميلان اللي هو بتاع كابيل. ماشي، هو طبعا من احسن الاجيال اللي جت في تاريخ انا ايطاليا. عارف انا عايز وجهه نظرك. طب وجهه نظري يعني انت شايف وحش من وحش فك انا عارف ان هو احسن ايام. ما انا بقول لك اهو مش عايز تقول لي ان هو احسن ايام. طب خلاص هو مش جيل وحش. طب انت عايز ايه؟ هو الراجل بيتكلم. يا عم طب ما وجهه نظري اهو، جيل مش وحش، جيل قوي بس مش احسن جيل في تاريخ ايطاليا. من وجهه نظرك انت ما بقاش مقيس وتخش في حته مقيس وتخش مقيس للناس. هي وجهه نظر هو مقيس أنا. بس خلاص. بعد الجيل ده اصلا هو عموما جيل قعد 5 سنين خد مثلا او 4 سنين خد فيهم 13 بطوله 14 بطوله. جيبي خد اخد الدوري ابطال واحد في التاريخ وخد دوري وخد عامل فرقه مرعبه. هي فرقه الجيل وفرقه المنشطات ماشي. وفرقه التحكيم. لا مش تحكيم. لا في ماتش هو ده كان الماتش بتاع انتر واليوفي لما ليهم ضربه جزاء لا هي دي فضيحه. دي فضيحه صراحه. ضربه جزاء وانا خسرت الدوري. دي فضيحه الانتر لا الصراحه. ما كانتش الازمه انك تخسر الدوري. ما انت عديت عليه. انا خلاص فقدت النقط في الماتش المهم، الماتش اللي هو اصلا تحديد الدوري. خلاص. لا هي فضيحه برضه صراحه. بص هو كان ماشي كان فيه بس برضه مش ده يعني. بص خلينا متفقين اليوفي في حته التحكيم او الفساد او كده يعني. بس ماشي ده مش معناه ان هي مش يعني ماشي نجيل الحوار ده مش معناه ان متقلب بارقامها يعني. بس ده مساهم في جزء كبير قوي. لا يعني هو بس 10% من الدوري كان تحكيم، 90% موجود في الفرقه. اليوفي اقوى من الجيل ده. مش هناخد وجهه نظر. جيل يعني يا عم الجيل اليوفي الاخير اللي هو من 2000 اللي هو بتاع 10 دوري ورا بعض. ده رايي. لغايه 2000. والجيل ده كان هيتوج بكذا بطوله ابطال بس انظلم عشان كان بيلاعب الريال. عايز رايي احنا كده هنختلف بقى عادي مش مشكله. بص يوفي اي نعم ماشي كانت جامده فشخ محدش يختلف عليها. اوروبيا كانت حلوه بس هي حظها فاهم اللي هي اوروبيا كانت حلوه وصلت 2 نهائي ابطال ماشي. واحد مع ريال في البرايم واحد مع برشلونه في البرايم طب ممكن تديني فرصه اتكلم؟ اتفضل. ماشي. كل ده جامد فشخ بس هي برضه قيس في الدوري كله وقع حرفيا. عشان كده اليوفي ما كانش في حد بينافسها في الدوري. عشان كده بس بقول لك الا ممكن تلاقي موسم او موسمين كان في روما في مره تاني وكان في مره في نابولي تاني. بس دي حاجه ما تعبهاش. اليوفي كانت قويه لدرجه ان لو في منافسه كانت هتكسب برضه. هي ما تعبهاش ان لو ما هنعرفش الفرقه كانت بجد تقيله ومدرب تقيل. عامل زي ايه انت معاك اليجري وبعدين عامل كونتي. زي نفس فكره الجيل الاهلي اللي هو بتاع محمد هاني نفس الفكره. هو مفيش منافسه في الدوري مفيش والله بجد مفيش منافسه في الدوري خالص. تاخد الدوري مستريح لكن مش زي جيل الجوزيه اصلا مش زي جيل القديم لان زمان كان في منافسه كان في فرق كتير نفس الفكره. جيل برضه انت الاهلي عارف الحقبه اللي بتاعت اسلام محارب وميدو جابر وكده. انت دخلتني في حته ما حته وحشه جدا. الاهلي كان بياخد دوري وفي نفس الوقت ما كانش بيعرف يروح ابطال ويخسر. هي نفس الفكره. هو انت فريق تعبان وبتبان في اوروبا انك فريق تعبان. بس هو مش باين بس هو مش باين في اوروبا انه فريق تعبان. حاصل فينا مرتين جابر اسلام محارب. ايوه بس ما خسرت ما يوجي يوسف مرتين. هي لا مش هي. انت عندك الاهلي كان بيلعب الوداد. اليوفي كان بيلعب برشلونه معاه فرقه تقيله والريال فرقه تقيله برضه. ما انت هتقيس انت هتقيس على القارتين. انت هتقيس على القاره مش هتقيس مستوى الفرق ببعض. انت هتقيس على قاره افريقيا دول يعتبروا. الوداد ده كان المفروض ان هو تقيل. لا مش هي. انت عندك الاهلي كان بيلعب يوفي قعد 7-8 سنين بياخد دوري بس مش ينفع اقول دلوقتي بس كانوا فريق يعني اللي هو اخر ايطاليا يعني فاهم. فريق بيطلع بره بيتهزق. فوقك من هنا الابطال مش لدرجه بيتهزق لانه قابل فرق كبيره وخرج فرق كبيره. خرج مدريد في نص النهائي وخرج هو كان الموسم اللي عمل 3 مواسم بس. من كام يا اسطى من كام ماشي. ما انت يا توقي افهمني بس. ما انت ده كبير ايطاليا المفروض. لا هو مش كبير ايطاليا. لا كدوري انا بتكلم كدوري هيميل. كان فترتها ساعتها كان هو بيروح اوروبا اللي هو كبير ايطاليا. ده اللي هو المفروض ان هو رايح مانشستر سيتي بتاع رايح اللي هو بياخد الدوري 8 سنين. كان بطل ايطاليا ساعتها هو اللي بيروح لاوروبا. ممكن تديني فرصه بس ماشي. ما انت اي فريق مهما كان مين بعيد عن ريال مدريد يعني ماشي مش مطالب منه عشان ريال مدريد حاجه ثانيه مالناش دعوه بيه يعني. بص ده بيصير ازاي. ده عادي بس مش قادر اتكلم مش متوقعش منه اللي هو كل سنه يوصل لك نص نهائي ونهائي ابطال. لا هو انت يا اسطى حبيبي اما يوصل يا عم هو قاعد اتغيرت. يا حبيبي اتغيرت. لا انا بتكلم الجيل بتاع اليوفي من 2011 ل 2019 لما احنا رجعنا خدنا الدوري. اتغيرت يا حبيبي يعني 2015 ده جيل لما وصل برشلونه واللي وصل النهائي يا اسطى بتاع منزوكيتش ده كان لعيبه ثانيه اصلا. لا ليه يا عم هم وصلوا نهائي منزوكيتش ده 2000 وكام 2017 يا اسطى. طيب ماشي دي كانت نهايه بقى الجيل ده. هو من بعد ده لما رونالدو جه الفرقه بقى اتغيرت فعلا خالص. لكن لما اخر نهائي اللي هو مانشستر 2016 بيرلو يا اسطى مشي
2017 كان فيها بقى ديبالا وكان فيها ساندرو وكان فيها كذا حد، كام عنصر بس مش فرقه كامله. لا الدفاع وهو مثلا فرقه 2015 فرقه 2015 الدفاع والجون هو ده اول ماشي. ثانيا برازيلي ما كانش بيلعب 2017 كان بيلعب لا لعب برازيلي كان 2017 لعب مدريد تشيرت لما لعب لا لعب برازيلي ما كان بيلعب باربونوتشي وكليني الله اعلم. ليني وساندرو وتقريبا شاينر يا دانيلو. لا دانيلو كان في مدريد مش فاكر مين الصراحه كان. انا بتكلم في حقبه يوفي اللي بتاعت السنه دي حقبه يا اسطى تاخد فيها دوريات كتيره جدا، يعني مش دوريات كمان بطولات يا اسطى. يعني افهمك حاجه، يوفي يعني قريبه ايه لحقبه ليفربول شويه مع الكلوب، هم 8 سنين او 7 سنين. اصل دي مش حقبه انتوا ما خدتوش فيها غير هم دوري ابطال دوري كاس. انت شايف الفلوم عندكم جامد حلو، هو واخد اوروبا ليج وبتقول احنا عاملين حقبه في التسعينات وانتوا واخدين اصلا كاس اوروبا ليج، فاهم؟ انا بقى بكلمك عن حقبه دوري ابطال بتاعتنا ايه اللي هي الستينات. لا دي حقيقي يا عم، 2 دوري ابطال ورا بعض منهم واحد غلبت مدريد في النهائي. غلبت كام يا غلبتهم كام؟ 3-1 ولا 1-0 حاجه كده. هو كان فيها واحد. نتكلم دلوقتي عن جيل مين 2007 اللي هو بدأ من بتاع انشيلوتي. الجيل ده يا اسطى عدى عمره كذا، يعني ما كانش بادئ بالسكواد اللي انت مخيلتك بتاع 2005 يا ابني. ايوه ما انا عارف ماشي. انا بقول لك كده فاهم، بس وصل لمرحله اللي هو ده انشيلوتي يعني فكره ان مفيش حاجه ده انشيلوتي يا اسطى هو مش هو الوحيد اللي عارف يجيب الناس دي كلها في فرقه واحده. يعني لو انشيلوتي مش موجود واداره خد بالك هو اللي بيرسكوني عمله من الثمانينات لحد 2005. تقول لي ايه بقى بيرلسكوني بالياني مش انشيلوتي. طب قول لي كده مثلا انشيلوتي عمل ايه انجازات في الحقبه دي لو حد عنده معلومه؟ يا ماشي انشيلوتي يا اسطى 2 دوري ابطال 2 دوري ابطال ووصل لواحد وخسره وخد دوري الدوري في التسعينات. ماشي في التسعينات. فهم اول ما مسك خد فيه دوري انشيلوتي خد كاس على سوبر. اوروبيا كان ناجح، ممكن يكون كاس سوبر بتاع، بس اوروبيا كان ناجح. كان ناجح ودي انشيلوتي. وغير كده هو بيرسكوني ثوره بيرسكوني هم طلعونا من 2003 هم ده نص النهائي هم اللي طلعونا. ده حقبه انشيلوتي اللي هي بتاعت الالفينات. من بعديها اظن جت الحقبه اللي هي بتاعت انتر. قول لنا انت عليها بقى ايه نظامها معاك؟ انا بالنسبه لي بقى مش عشان مشجع والله، بس ماشي يا عم، بس عشان فعلا الفريق من 2005 لغايه لما مورينيو مشي مع الفتره دي كلها من 2005 كانت بتاخد دوري كده. انت كانت بتاخد الدوري ماشي. فغير هم 2005 هم خدوا الدوري لما اليوفي هبط واحنا خدنا الدوري بالتزكيه مش ايوه تزكيه ماشي. بس يا ابني انا ما عنديش مانع نرجع للفساد وبتاع ماليش دعوه. عشان فترة انت يعني نقطه الفساد دي انتر معاهم بس يعني انا النادي الوحيد. بص هو انتر اللي سرب يا اسطى. بص انا ماليش دعوه، ما تخلينيش الانتر سرب. ما حدش مسك علينا. بص ما حدش مسك علينا حاجه. انا النادي الوحيد اللي في ايطاليا ما نزلش الدرجه الثانيه ماشي، والنادي الوحيد اللي في ايطاليا اللي حقق الثلاثيه. يدل انك زملكاوي ماشي. لا ما يدلش اني زملكاوي يعني. لا الثلاثيه دي انجاز. ايه؟ الثلاثيه اللي الاجيال التاريخيه اللي انت بتتكلم عليها دي ما حدش عارف يحققها. يا اسطى ماشي ما ميلان ده واخد دورين ورا بعض. انا شايف ان الجيل ده نجح في حاجه، ان هو كان بادئ الاول بدوري ودوري ونهى اخر سيزون للجيل ده. نهى مورينيو. احنا مالنا جابوا مورينيو، ايه المشكله؟ يعني على فكره هو ايتو مش احنا اللي جبناه، هم برشلونه هم اللي كانوا عايزين يمشوه وكانوا عايزين قدامهم مورينيو مش في انتر مش هيجي. ايه المشكله؟ مش فاهم ميليتو نفس الكلام. ايه المشكله لما مدرب يجي يجيب لعيبه؟ ايه المشكله؟ ميليتو اولا جاي عشان مش مورينيو، عشان زانيتي والعلاقات اللي ما بينهم. ايه المشكله برضو لما مدرب يجيب لعيبه؟ انا مش فاهم. فما تقوليش عشان مورينيو. طيب ماشي. انا بالنسبه لي جيل انتر يعتبر احسن جيل في تاريخ ايطاليا. سيب بقى الناس هو تختار ايه؟ تختار ما تحكيش. انا ما ضحكتش ابص للكاميرا. ماشي. بنسيب الناس هو تختار في الاخر ايه احسن 5 اجيال هم في تاريخ ايطاليا واحسن 3 فرق في تاريخ ايطاليا. معروفه. ماشي. وده دول 3 اصحاب بيحبوا الكوره بس ما بيحبوش الكلام الكتير. عشان نقفل الحته دي ماشي. جيل برضه كان جيل كويس. انا عارف انه هيعملها لو انا بتكلم.